التوقف الدولي. حين يجتمع المحنكون. لو انت بتفتح النت في الفترة دي تحديدا هتلاحظ ان كل البوستات متكررة في نفس الصفحات، وده بيعرف عامة باسم محتوى التوقف الدولي. في الفيديو ده هتكلم عن اكتر البوستات اللي بتنتشر في الوقت ده. اول بوست معانا وهو المتعارف عليه: سقراط مات مسموما، نيتشه مات مجنونا، باجيو مات واقفا. فكرة ان باجيو بعد ما ضيع ضربة الجزاء دي مسيرته كملت عادي وما ضاعتش ولا حاجة، ومن المؤسف ان الناس لما تفكر فيه بتفكر في ضربة الجزاء دي. المهم تاني بوست معانا وهو فرانشيسكو توتي اخر ملوك روما، الرجل الوحيد الذي قال لا لريال مدريد. مع اني بشجع روما بس لازم اقول ان توتي مش الوحيد اللي قال لا لريال مدريد. عندك لعيبه زي ستيفن جيرارد وباتريك فييرا ولويس سواريز، زائد ان في كلام مش عارف هو حقيقي ولا اشاعه بيقول ان فرانشيسكو توتي ندم انه ما راحش ريال مدريد. المهم تالت بوست معانا بيقول: احتارت كرة القدم بين أسطورتين فسجل زيدان الهدف دون أن تهز شباك بوفون. الفكرة إن الكرة أساسا دخلت جون، حتى لو ما هزتش الشبكة فبوفون مش مستفاد حاجة أصلا، بس على الأقل إيطاليا كسبت. ندخل على البوست الرابع اللي بيتكلم عن ديل بييرو ونيدفيد وبوفون، الأوفياء الذين لم يغادروا يوفنتوس بعد الكالتشيو بولي. الفكرة إن هما مش بيجيبوا غير سيرة التلات لعيبة دول، مع إن في 4 لعيبة كمان ما سابوش يوفنتوس في الوقت ده. في أمثلة تانية متكررة في محتوى التوقف الدولي زي موسى ديمبلي وخناقة كونتي وتوخيل اللي عدى عليها 4 سنين للمعلومة، وكريستيانو وبيعة البرجر وغيرها الكتير. وبكده هنكون عرفنا محتوى التوقف الدولي وبس. لو انت عندك رأي في الموضوع ده اكتبه تحت في الكومنتات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك عشان يوصلك كل حاجة جديدة. وبس اشوفك المرة الجاية وسلام.